بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. من سلسلة الفيديوهات اللي احنا هنعملها عن نبات الازولا وطريقة اكساره وطريقة جمعه وطريقة تسميده وحتى طريقة تنشيفه وطريقة وضعه على العلف والنسب الانسب للعلف. فالنهارده الحمد لله بعد ما زرعنا ده 5 يوم هنبدأ نجمع بقى. الحمد لله الكثافة معقولة جدا، يمكن على الاقل تضاعفت مرتين 3 كمان. هنبدأ نجمع بقى نوريكم طريقة الجمع ازاي وطريقة التسميد بعدها ازاي. احنا طبعا كنا قبل كده نقعنا السماد البلدي مع كبريتات النحاس مع سوبر فوسفات احادي وثنائي. عملنا عمليه النقع دي عشان يحصل تخمر وتفاعل وتدينا نسبه كويسه في عمليه الانبات. دلوقتي هنبدا نوري لكم بقى. احنا قلنا قبل كده ان عمليه التسميد ما بتتمش الا بعد الجمع، علشان اول حاجه التسميد ما ياثرش على نبات الازولا بالنسبه للطيور اللي هتاكلها او الحيوانات. تاني حاجه يدفي التربه، يدفي النبات ويدينا انتاج كبير بالنسبه للموجود. فاحنا هنوري لكم الاول عمليه الجمع. انا بصراحه ما بحبش فقد الميه، يعني في ناس بتقوم جامعه كده وشايله الميه معاها، انا لا، احنا في ازمه ميه، فاحنا المفروض ان احنا ما نعملش فقد ميه خالص. بنبعد النبات كده واقوم حاطط ده كده وادي القفص اهون. على الاقل هناخد نص الكميه اللي هنا موجوده في الحوض. بحاول ما اجيبش اي حاجه من التربه اللي تحت، يعني تبقى القصه من فوق كده علشان الصاغه بتاعت نبات الازولا وما دخلهاش في مشاكل التربه اللي تحت. احنا دلوقتي ده النبات اللي الحيوان او الطيور هتاكله، لازم نخليه بجوده عاليه كالصاغه، فلازم نحاول ما نجيش لمه التربه خالص. بعد ما عملنا عمليه الجمع دي، طبعا انا بالنسبه لي من اللي بيميلوا لان الكثافه تبقى في الازولا في الحوض عاليه، واجمع كل 4 ايام 5 ايام علشان تدفي بعضها. لان احنا النهارده في شهر 11، الشمس كويسه وكل حاجه، انما بالليل بيبقى الجو ساقع، فاحنا مش عاوزين الازولا تتاثر باي حاجه. فعلشان كده انا من الناس اللي بتميل لان الكثافه تبقى في الحوض عاليه شويه. زي ما انتم شايفين كده احنا خفينا على قد ما نقدر وسيبنا كثافه للحوض. بعد كده هنعمل عمليه التسميد. التسميد انا بالنسبه لي عامل اللي هو روث المواشي، خمرناه وحطينا عليه كبريتات النحاس وحطينا عليه سوبر فوسفات. هنبدأ نسمده، لازم نخلطه خلط جيد. هنشيل بقى الحاجات اللي هنا دي، هنبدأ بقى نوزعه توزيع جيد. وغير كده ان احنا هنوزعه تاني هنوزعه تاني بالمساح. فهنبدأ نوزع كده. ممكن بعد كده نحط زبل حمام يا جماعه. زبل الحمام من الحاجات اللي هي غني جدا بالعناصر، وممكن نحط معاه مغذيات اللي هي بتحتوي على العناصر الكبرى وعناصر الصغر. مش شرط ال NPK اللي هم عمالين يقولوا عليه، اي مغذيات لاي شركه وتبقى شركه معقوله، مش شرط تكون بقى شركه كبيره شويه، علشان نبات الازولا مش محتاج عناصر كتير. هنبدأ بقى نقلب السماد كده مع بعض عشان يختلط ببعضه. وفي نفس الوقت قلنا ان العناصر بتاعه التربه، الطمي اللي هو في الارضيه، يبدأ يطلع فيوصل لجذور نبات الازولا فيسمدها. ده بالنسبه لنا دي اهم حاجه. المفروض عمليه التقليب دي بعد كل جمع، علشان احنا مش هنوصل للنبات تاني، فالمفروض عمليه التقليب دي تبقى بعد كل جمع. وان شاء الله الحمد لله الموضوع نجح جدا ونسبه انباته غزيره قوي زي ما انتم شايفين. حوض واحد جاب لي الكميه دي، وكنت اقدر اخد منه تاني. عاوز احافظ عليه ان انا اخد منه طول الشتاء، عشان احافظ عليه لازم تبقى كثافته كبيره، ما تخففوش خالص. قلبناه التقليب الامثل. المفروض ما يبقاش في حاجه على الحرف خالص، ابقى انا محافظ على كده، عشان اللي على الحرف ده هينشف ويموت لانه هيبقى بعيد عن الميه. فلازم ابقى محافظ قوي ان ما يبقاش عندي اي حاجه على الحروف خالص من فوق، لازم كله يبقى في الميه عشان ما يبقاش عندي نسبه فقد نهائي.
هنوريك ازاي بنشوفه دلوقتي. ده هنعمل العمليه دي برضو في الحوضين، وهيبقى معانا كميه كويسه جدا. واحنا بالنسبه لنا احنا بنجمع كل 4 ايام تقريبا، بنسمد مره ومره التانيه ما بنسمد، يعني ما بنسمدش، بنسمد تقريبا كل 8 ايام، ما بنسمدش على طول. وهو السماد بالطريقه البسيطه اللي احنا عملناها دي. احنا نشرناها اهو، انا حاططها في الهواء، مش عاوز الشمس تتعرض لها، الشمس ما بتجيش هنا كتير، فمش عاوز الشمس تتعرض لها قوي عشان تديني نفس نسبه الخضار. ففرشناها بالطريقه دي، وهنوري لكم بقى الفرش، وهنوري لكم ازاي تخش في مكونات العلف، سواء للحيوان او للارانب او للمواشي او للدواجن بكل انواعها. والله الموفق.